كل ما أني نجحت وفوزت ورفعت العلم الكردستان اللي خلاني هواية مشاكل يعرفون إني رازن خاص إنه البطل الكردي آزاد حمزة رش، بطل رياضة كمال الأجسام بوزن فوق 100 كيلوغرام، شارك في البطولة الدولية آيرون التي أقيمت في السويد الأسبوع الماضي بتواجد أكثر من 300 لاعب من 57 دولة. حصل على لقب بطل أبطال العالم في البطولة. هذا كان بطولة عالمية، وهذا بطولة كان لقيت بالسويد بها تقريبا أكثر من 57 دول، ومن فضل الله الحمد لله أنا كنت بالفئة مالي فوزت بمركز الأول. وعادة كتقاليد هذا البطولة اللي فاز بوزنه كل الأوائل لازم يسوون بطولة الأخ، واحد منهم بيكون بطل الأبطال، اللي كان به بطل أبطال يأخذ هذا. يعتز هذا الرياضي البطل الذي ينحدر من قضاء خبات في أربيل بهويته الكردية وبرفعه العلم الكردستاني بعد اعتلائه المنصة، واقفا بشموخ وسط ذهول كل من شاهده. أنا بطل عالمي الكردي وافتخر بأن أنا كردي، والحمد لله وشكر رفع العلم الكردستان بالبطولة العالمية. كل ما أنا نجحت وفوزت ورفعت العلم الكردستان اللي خلاني هواية مشاكل يعرفون إني كل ما أنا أرفع العلم الكردستان يكرهوني ويعني يسوون شوية عناصر هاي شغلات، بس أنا دا أفتخر. ليش؟ من وراء هذا العلم نعيش بسلامة، نعيش بحرية، نلعب ونسافر كل شيء، فهذا من فضل الحمد لله، وإجايات إن شاء الله أحسن. البطل آزاد حمزة من مواليد 1989 فاز بالمرتبة الأولى على مستوى أربيل وإقليم كردستان مرارا. حاليا هو مدرب كمال أجسام ويدير قاعة لكمال الأجسام في قضاء خبات. يوسف المندلاوي، زاغروز الفضائية، أربيل.